اول حاجه كنحيمو لهاد القصر، لانه تصرف واحد التصرف اللي هو حضاري. ما طلع فوق السطح، ما هز ليسانس، ما كيغوت، ما دار شوها، ما دار حتى حاجه. مع العلم انه صعيبه بزاف انك تشوف مشروع قصر على قدو بهذا التصميم بهذه الجماليه اللي قضيتي عليه من 2019 وهو كيبنيه. قالك 6 سنين وانا كنبديه وكتفرج فيه بانه كيتهدم وكيتريب. فتحياتي ليه. واحد الحاجة اللي تحسب له أنه احترم القرار، وأنه خلاه مريبو وجا للصحافة ويتحدث وكيعطي تصريحات وكيستنكر وتيقول لك فعلا بأنه كاين واحد المخالفات، كاينين تجاوزات هو قالها في فمو وتنحيو فيه هاد الشجاعة كذلك. ولكن قالك بانه انا يخليوني حتى نخدم، حتى نضيع الفلوس، حتى يبان هاد الشيء، حتى يتقاد، حتى يوقف القصر، حتى تشوف هاد البنايه بهاد الجماليه، وحتى يمشيو الفلوس ويجيو يهدموا. قالك ماشي معقول. المهم الرأي ديالنا في هذا الشيء انه ما خاصش تشدنا العاطفة، ما خاصنا حتى حاجة. حنا بغينا ان القانون يكون فوق الجميع. الا فعلا هاد السيد دار شي تجاوزات، الا كانت ديك البناية ماشي قانونية، فمرحبا بهاد الهدم. كانوا شي تجاوزات كانت وحاجة أخرى، راه ما كرهناش أي واحد مثلا خلف القانون ولا ما عندوش تصريح، ما عندوش رخصة، لأنه كتعجب كيفاش مشروع قد هكا خلاو حتى تبنى حتى وقف. يعني أكيد غيكونوا عنده الرخص ديالو، أكيد غيكون دفع. راه مشروع سياحي، هذا راه قصر على قدو، راه ماشي 4 ديال لياجورات انت غتاخدهم وغطلعهم من السطح والمقدم كيجيب لك الخبار. ما فهمتش. الا كانت تجاوز الحدود، وإلا كانت مخالفات، وإلا كاين تجاوزات، علاش اصلا غيبدا، علاش اصلا غيبنى؟ ما عجيب صراحة. وفي هذا القرار راه خصنا شويه ديال الحكمة، وخصنا شويه حتى ديال المراعاة للناس. لانه انت باش تخلي الانسان حتى يبني حتى يوقفها وتجي تريب ليه، شويه صعيبه صراحه. واخا حنا مع انه القانون يطبق على الجميع، واذا كان هذا السيد مخالف فاحنا مع الهدم. كان هذا السيد بانه ما مخالفش وكذا، ما جاش لا اشعار لا حتى شي حاجه لا علم فعجيب. لانه راس هذه هي الضريبه ديال الفساد. لأن الضريبة ديال الفساد كتجي على المواطن، وكتجي على المسؤول، وكتجي على الفلوس، وكتجي على الاقتصاد، وكتجي على بزاف ديال الحوايج. لأنه أنت مواطن مثلا بغيتي دير مشروع وغادي فيه وكذا، وعطاك واحد الفسيد رخص ولا شوية جا داكشي بأنه راه كلشي كيصدق، خاسر كلشي كيصدق. حتى السمعة ديال البلاد، حتى السمعة، حتى الاستثمار، حتى الناس ما غتبقاش تشجع باش انها دير. شوف الفساد كيخليك نيت مشكل نيت. ولكن في النهاية كنحييو هذا السيد غير على الموقف الحضاري ديالو، وانه الا بغى يتحتج ولا بغى يدير شي حاجه غيمشي يلتزم للقانون بلا ما يطلع، بلا ما يدير البلبله، بلا ما يغوت، بلا ما حتى حاجه. ولا عنده شي حق راه خصو ياخدو. كان مخالف فراه عادي جدا. الا جاوه تنبيهات، الا جاوه اشعارات بانه هادشي اللي كيدير ماشي هو هذاك، فصراحه راه عادي. حيت انت يجيوك اشعارات بيجيوك وانت خدام كتبني، راه ما زادش. ولكن ما الا ما جاتك حتى حاجه وانت كتبني وكلشي والمسؤولين وكلشي تيدوز في الفقر يجيو يهدموا، راه صعيب عاوتاني.